السلام عليكم. النهارده معانا فيديو جديد وفيديو مختلف شويه، لان احنا بقالنا فتره ما بنطلعش ما بناخدش الكاميرا وننزل نصور في الشوارع والاحتفالات والكلام ده زي الاول. فالنهارده انا قررت ان شاء الله ان انا انزل اصور لكم الشوارع واصور لكم شويه احتفالات من اللي بتحصل هنا في المانيا. النهارده في احتفال في المدينه اللي انا ساكن فيها، هاخدكم وهنروح نقضي اليوم النهارده ان شاء الله هناك ونشوف تفاصيل اليوم واليوم بيقضوه ازاي وبتبقى عامله ازاي. خليكم معانا. وانا في طريق لنص المدينه دلوقتي لقيت شجره التفاح دي ورايا، والتفاح ما شاء الله واقع مال الارض تفاح. الواحد ممكن يجي ينقي من هنا شويه تفاح ويمشي. هوريكم دلوقتي الشكل عامل ازاي. وعلى فكره الشجره دي مش تبع حد، دي طالعه في الشارع كده لوحدها، يعني لو حد عايز ياخد تفاحه ولا حاجه عادي ما فيهاش مشكله ممكن ياخد. والاحتفالات دي بتتعمل في المدينة اللي أنا ساكن فيها كل شهر سبتمبر، والاحتفالات دي بتتعمل في كل المدن هنا في ألمانيا. هاخدكم دلوقتي وهنروح نشوف كل التفاصيل دي. طبعا تصليحات في كل حتة في الشوارع كالعادة. فاضل الشارع اللي انا فيه ده هخلصه، يبقى انا كده وصلت على اول الاحتفالات، او زي ما بيتقال عليها هنا الفيست. ان شاء الله 5 دقايق واكون وصلت هناك. واول لما وصلت للمكان كان في بياعين موجودين بيبيعوا حاجات كتيرة مختلفة، في حاجات صنع يدوي وفي ملابس وفي حاجات صوف، في حاجات كتيرة بتبقى صنع يدوي، في حاجات كتيرة منها جدا بتبقى مختلفة وبتبقى جاية من بلاد تانية. بتبقى فرصة كويسة ان الواحد يلاقي حاجة زي كده في الاماكن دي. وكده انا الحمد لله وصلت المكان وانا جوه المكان حاليا. اول لما بنخش المكان بنلاقي حاجات زي اللي ورايا دي كده، الحاجات بتاعت العاب الاطفال والدباديب، وغير اللي احنا هنلاقي مطاعم واكل وشرب وحاجات كتيره جدا هصورها لكم ان شاء الله وهنشوفها سوا ان شاء الله. هخش دلوقتي اصور لكم بقيه التفاصيل. اماكن زي اللي ورايا دي كده، دي عباره عن ترابيزات زي ما انتم شايفين محطوطه في نص المدينه بالظبط. والبيت الخشبي اللي ورايا ده فيه اللي بيقدم مشاريب وفيه اللي بيعمل اكل وانواع كتيره مختلفه ومن بلاد تانية مختلفه عن المانيا. ودايما في اي فيست في اي مدينه هنا في المانيا بيبقى فيه موجود حاجات واكلات كده مميزه مش موجوده غير في الفيست ده. هوريكم شويه مثلا حلويات وانواع اكل انا مش بشوفها غير في الفيست، عاده مش بتبقى موجوده في المطاعم الالمانيه او متوفره الواحد يجيبها بسهوله. والاحتفال ده بيقعد اسبوع، وكل الحاجات اللي في الاحتفال والالعاب اللي انتم شايفينها ورايا دي بتتفك وبتتركب. يعني المدينه دي بتبقى فاضيه من غير اي حاجه، من غير اي العاب من اللي ورايا دي قبل المهرجان. وساعه المهرجان بيجيبوا الالعاب دي وبينصبوها وبيجهزوها، وبعد ما المهرجان ده بيخلص او الفيست لما بيخلص بيجمعوا الحاجات دي كلها تاني، بيحطوها في العربيات اللي ورايا دي وبياخدوها وبيمشوا بيروحوا مدينه تانيه. الناس دي بتعدي على كذا مدينه، بيخلصوا من المدينه دي بياخدوا الحاجه دي كلها وبيطلعوا على المدينه التانيه. هقعد اخد راحه سريعه اشرب قهوه من عند الراجل الطيب ده وبعد كده اكمل. مش عارف الصوت هيبقى واضح علشان الصوت العالي اللي ورايا ده ولا لا.
انا مش عارف الصراحه انا ممكن اروح فين علشان صوت الاغاني ده، علشان اعرف اسجل لكم واصور لكم. بس عموما هقول لكم اللي انا عايز اقوله ويا رب تسمعوه بصوت واضح. البار اللي ورايا ده عباره عن بار بيلف، بار 360 درجه بيفضل يلف كده، موجود فيه ترابيزات وبار وكل حاجه، موجود في نص المدينه في نص المهرجان. البار ده فكرته اللي هو بيفضل يلف كده طول اليوم، بحيث ان الزبون اللي قاعد جوه يبقى شايف المكان كله حواليه، ما يشوفش مكان واحد بس مكان ما هو قاعد، يفضل يلف بيه يوريه المهرجان كله وكل حاجه حواليه. انا رحت قعدت بعيد شويه عن الدوشه دي علشان اعرف اسجل معاكم شويه. في اماكن زي اللي ورايا دي كده برضو بتبيع ملابس جوه الفيست اللي احنا فيه ده، والناس هنا بتيجي اطفال وشباب وناس كبيره وناس مع اطفالها والكلام ده كله، لان المكان هنا يعتبر هيتوافق وهيتماشى مع كل الاعمار من اول طفل لحد واحد كبير. في نشاطات كتيره يعني تتعمل هنا. المشكله فعلا ان المكان هناك صوته عالي جدا، مش عارف اتكلم وانا متاكد ان الصوت مش هيبقى واضح، والمزيكا العاليه اللي جنبي دي. فانا هحاول على قد ما اقدر اخد لكم لقطات واعرضها معاكم، واحاول لو في صوت مش واضح ابقى اعمل لكم عليه تعليق صوتي او فويس اوفر يعني. وكل دقيقه بتعدي الناس عماله تزيد. انا بدات لكم الفيديو النهارده الصبح بدري علشان الحق اصور لكم الشويه اللي احنا صورناهم في الاول دول. دلوقتي ما شاء الله الناس زادت والاعداد كبرت. الناس بتبقى مستنيه هنا حاجه زي كده تحصل علشان ما بيصدقوا اللي هم يروحوا يلاقوا حاجه يعملوها خارج عن الشغل والحياه العمليه. في حاجات كتيره الصراحه عايز اشاركها معاكم واوريها لكم، بس انا مش عايز اعمل كده لان الحاجات دي فيها خمور كتير، فانا الحاجات دي عذرا مش هشاركها مراعاه ان لو في طفل قاعد بيتفرج على الفيديو او لو حد مشغل الفيديو ده مع الاسره في البيت. ودلوقتي الليل ليل والجو برد، فروحت لبست الجاكيت وغيرت لان الجو دلوقتي تلج. وادي المدينه اللي احنا شفناها الصبح في الفيديو زي ما انتم شايفين ورايا. كل الالعاب وكل الحاجات اللي كانت موجوده هنا اتقفلت واتحطت اهي في العربيات الخاصه بيها. والشوارع دي احنا شفناها الصبح مع بعض في الفيديو، كان مفيش مكان الناس تمشي فيه. دلوقتي زي ما انتم شايفين الشارع بقى فاضي وكل حاجه قافله. ودي العربيه بتاعت القهوه اللي انا شربت منها قهوه الصبح، قفل العربيه بتاعته وروح، وهيجي الصبح بدري تاني يوم ان شاء الله يفتح ويكمل شغل على طول. والفيست ده ما ينفعش يفضل شغال 24 ساعه علشان في ناس برضو عايشه هنا في وسط المدينه. هوريكم دلوقتي البيوت اللي انا قصدي عليها. لو واخدين بالكم من الشبابيك اللي فوق دي، كل الشبابيك دي يعني في ناس عايشه فوق هنا. ما ينفعش كل الكلام ده يفضل شغال، والمزيكا والاضواء والناس والدوشه والكلام ده. علشان كده هم ليهم ميعاد بيقفلوا فيه، مش بيكون الساعه 8 زي بقيه المحلات والوقت المتعارف عليه هنا في المانيا، بس بيطولوا شويه، بس لازم يقفلوا في اخر اليوم. المكان ده على قد ما كان شكله جميل الصبح على قد ما شكله مرعب بالليل. بيفكرني بافلام الرعب لما كان بيبقى فيه مدينه ملاهي وفي مهرج بيقتل الناس والكلام ده كله، انتوا عارفين الدراما دي. وانا طفل صغير المنظر او المكان ده بالنسبه لي كان بيت رعب. والمكان هنا ملوش بوابة دخول، علشان كده أي حد يقدر زي ما أنا ما عملت دلوقتي يخش يبقى وسط الكلام ده كله. مش زي مدينة ألعاب أو مدينة ملاهي ليها بوابة ما تقدرش تعديها لما بيقفلوا. هنا كل لعبة لوحديها خاصة بواحد معين، وكل مشروع من المشاريع اللي ورايا دي أو كل نشاط من النشاطات دي خاص بواحد مسؤول عنه هو وفريق. كل واحد هنا ليه حاجته، بيجي يفتح الصبح بدري خالص، الناس تيجي تقضي يومها وبعد كده بيقفل ويروح، ويجي تاني يوم يبدأ يشغل الحاجة بتاعته ويشغل معداته ويجهز حاجته ويشغل اللعبة ويبدأ يومه من جديد. شايفين العربية التريلا اللي هناك دي؟ العربية التريلا دي هي برضو اللعبة اللي هناك دي. اللعبة دي كلها بتتقفل وبتتجمع في العربية، وبعد كده المقطورة دي بتاخدها وبتتحرك بيها من مكان للتاني. هنا برضو نفس الكلام، دي عبارة عن برضو عربية مقطورة. الكلام ده كله بيتفك والحاجات دي كلها بتتفك والنمر بتتحط هنا، والعربية دي بتتحول لعربية مقطورة وبتمشي. وده نفس الكلام، هيوصل الجزء ده بالعربية الملاكي بتاعته وبيسحب العربية دي وبيتحرك بيها من مدينة للتانية. هنلاقي كل حاجة عبارة عن عربيات كده بتتفك وبتتجمع تاني وبتتحرك من مكان للتاني. وبكده يبقى الفيديو بتاع النهاردة بتاعنا خلص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، واتمنى ان انا اكون قدرت انقلك صورة عن الحياة هنا في ألمانيا. لو ليك اي سؤال او استفسار اكتبهولي تحت في التعليقات. اشوفكوا في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. السلام عليكم.